السلام عليكم حبوباتي، كي راكم دايرين؟ كي راكم مع الصحة؟ راكم غاية لاباس؟ صحتكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي انضموا لقناتنا، نقولهم مرحبا بكم. واللي ماش مشترك معنا يزيدنا بالاشتراك تاعه، وكملوا معنا الفيديو حتى الاخير باش تعمل فايدة، وتبارطاجوا هذا الفيديو مع الحباب ولا فامي وتحتفظوا به. تستحقوه ان شاء الله كي تبغوا ديروا هذه البيتزا الرائعة الشابة مع لاباط. ما فيها لا حليب لا والو، فيها غير الفارينة والماء، خمارة وقرصة سكر وقرصة ملح. هذا ما كان، ما فيهاش بزاف صوالح. عندي هنايا 4 كيسان فارينة. هاد الكاس يرفد 240 ملي. هاد الكاس كنت نعبر به كي كنت في دارنا وجبته معايا باسكو هنايا في المغرب ما لقيتهش. هنايا بوكو بليس في المغرب يعبروا بكاس العنبة. هذاك شغل تدو منه 5 كيسان. سي بون. هنايا راح نديرو 4 كيسان. هنا الفرينة تاعنا اللي هو الطحين الابيض لازم يكون مغربل. انا هنايا كنت غربلته صفيته غاية، ودركا راني غير نعبر بالكاس قدامكم. وراح نزيدو معاه ملعقة صغيرة تاع خميرة فورية وملعقة صغيرة تاع سكر ممسوحين. وعندي هنايا 3 ملاعق كبار تاع الزيت. تنجمو ديرو زيت زيتون، هذا الزيت النباتي تنجمو تعوضوه بزيت الزيتون. راح ندير هاد المكونات كامل في خطرة، وراح نجيب الماء تاني. الماء تاني يكون بارد باسكو هنا هاد العجينة تاعنا راح ندير لها داك الاختمال البطيء اللي يجي في الثلاجة باش العجينة تاعنا تجي منفوخة في ليكوتي وتجي طرية كما تاع الايطاليين. هنايا الماء درت قيس كاس اللي عبرت به، درت قيس كاس صافي اونسو زعما تاع الماء كاع شحال رفدلي كاس ونص تاع الماء. كيما هكا راح نبدا نخلط ونزيد غير بشويه غير بالتدريج. هنا العجينه كيفاش تكون؟ لازم تكون جاريه، تكون طالقه روحها زعما ما تكونش قاصحه. انا هنايا عجنت بالبيترا، نتوما تنجموا غير بيديكم وتقدروا لافير صافي ماشي اوبليجي ديروا البيترا. هنايا سي بون. انا شوفوا فيها طبيعه خاسره شغل مالغري كل بيترا يخدم خدمته، بصح انا نبغي ندير يدي، نبغي نتلمس العجينه تاعي كيفاش راهي. انا غير وريتكم زعما الماء شحال دالي كاس ونص. الكاس اللي عبرت به الاول هذا تاع 240. وبالنسبه الكاس تاع العنبه تدو منه كاس وزائد كاس الا ربع. طيب. وانتوما عينكم ميزانكم على حسب الفرينه الا كانت عفوا تشرب ولا ما تشربش. هنايا اش راح ندير؟ راح نبدا ندخلها هذاك الماء غير بشويه، ونبدو شغل نجيبو هذوك لي كوتي ونحطوهم في الوسط، نجيبو لي كوتي ونحطوهم في الوسط، نجيبو لي كوتي ونحطوهم، ونقعدو كيما هكا حتى اللي نعاود نقلبها هكا في بسينه هذيك اللي كنت دايره فيها الفارينو. وراح نبدا ندلك فيها تاني كيما هكا. لازم كيما بهذه الطريقه. المهم تبعوا غير الطريقه هذه وسيبو. العجينه تاعنا شوفوا كيفاش راهي جاريه. انا هنا راح نحطها في بلون طرافاي باش يبان لكم زعما كيفاش راني ندير. نجيبها هكا في لي كوتي نحلها. المهم العجينه تكون الاستيكي كيما راكم تشوفوا. ابري نسقم لها كاع الوجه تاعها كيما هكا. نجيبوا عفوا البسينه هذيك ونديروا شويه تاع الزيت باش ما تلصقناش، ونحطوا هذيك العجينه تاعنا فيها، نبلعوا عليها ونخلوها تخمر نهار كومبلي ولا من 6 سوايع وروح. هنايا شوفي انتي، انا ما كذبش عليكم، انا درتها الصباح، عجنتها كشغل مع 10 هكا تاع الصباح حتى 9 تاع الليل عاد باش خدمت بيها. هاد العجينه قادر تبيتوها ولا بيتوها كبروا البسينه، ما ديروش هاد الصغيره. المهم انايا هاد الكميه هذه دارت لي 2 تاع خبيزات. نتوما الا زعما كانت الافراد العائله تاعكم كبيره كتروا ضعفوا المقادير. هنايا غادي نخدموا لاصوص. راح نجيبوا طماطيس، نجيبوا حبه بصله نقطعوها، سكر ملح وثوم وفلفل اسود. السكر غير باش يعدلنا هذاك المذاق تاع الحموضه. نطيبوها نغطوا عليها ونطيبوها على النار تكون ناقصه حتى اللي تذوب لنا كاع، ونطحنوها في المولينكس ولا بهذاك لو بغا ميكسور. ابري نحطوها على جهه
ولاصوص تاعنا راهي واجده، ساهله مهله ما فيهاش بزاف، حاجه سهله، اسهل من لاصوص ما كانش منها. انايا كنت وجدت كامل لي زانغريديون، كنت درت فرomاج غابي تاع البيتزا، الكومونبير، الفلفل الاخضر، نتوما ديروا احمر كيما بغيتو، اصفر. كفته هنايا كنت دبلتها مع حبه بصله، زيتون اخضر مقطع، زيتون اسود، وهنايا عندي زعتره تاع البيتزا. راح ندير شويه في لاصوص ونخلي شويه باش نزوق عليها، فاصون نرش من بعدا في البيتزا تاعي. انا هنايا درتها في لاصوص، عطاتها واحد البنه ما شاء الله. خلطوها كيما هكا، ابري نروحو نوجدو العجينه تاعنا. هنايا كنت خرجتها من الفريجيدير بجوج سوايع قبل ما نخدم فيها، صافي كنت خرجتها ديجا غير باش تطلق روحها. وهنايا كي حطيتها كشغل خبطتها، هود لها هذاك الخمور تاعها، على بها كي حديتها قدامكم بانت لكم باللي راهي طايحه. هنايا راح نديغازيها، انها ما ديغازيوهاش شغل، ما تهبطوهاش نتوما بيديكم، شغل ديريكتومون هودوها في بلون طرافاي وقطعوا زوج خبيزات هكا و دسوا الاولى وخلوا الزوجه باش تخدموا بها، تخدموها عفوا. الاولى كنت عاود رديتها غير في هذاك البانيو، وهنايا كان عندي السميد الرقيق كاع الرقيق هكا، وراح نحلوها غير بصباعتينا، ما نتوشوش هذوك الاطراف باش يجونا منفوخين. صافي غادي نخدموا غير الوسط ونبدو نجبدو كيما نجبدو المسمن، نجبدو غير كيما هكا بشويه وبالاطراف كيما هكا، ونساعدو بالدقيق هذاك الرقيق كاع باش ما تلصقلكمش في يديكم، وما تكتروش بزاف تاني. شوفوا راح نبدا نجبد فيها غير كيما هكا بشويه عليها، غير سيسوها باش ما تنقبلكمش في الوسط، باسكو العجينه تاعنا راهي خفيفه. فوجد شباب الزوجة طرية رائعة، حليتها انايا كاع كيما هكا كيما راكم تشوفوا حبابي. هاد البيتزا هادي ملي كنت في الجزائر والزوج تاعي مهبني، كي تجي ديري هاد البيتزا، كي تجي ديري هاد البيتزا، صافي غير جيت درتها له. هنايا كنت حليت الاولى وزدت حليت الزوجه، هنايا درت هذيك لاصوص تاعي فوق هذيك البيتزا. وكي تبدو ديروا في هذه العمليه، تبدو توجدوا، تكونوا ديجا مشعلين الفرن تاعكم باش يحمى. هنا راح ندير هذيك لاصوص ونزيد الفلفل هذاك الاخضر كنت قطعته، قلت لكم نتوما تنجموا تعوضوه بالفلفل الاحمر ولا فلفل اصفر. الكفته كنت دبلتها ديجا، حتى في الطياب ما راحش تدينا بزاف وقت هاد البيتزا. نديرو تاني زيتون اخضر، انا يعجبني بزاف زيتون اخضر في البيتزا. ونزيدو هنايا الفرماج، هذا فرماج الخاص عفوا بالبيتزا كيما راكم تشوفوا. ابري هنايا نزيد هذوك طرفه تاع الكومونبير وندخلوها طيب، عفوا نزيدو تاني شويه تاع الزيتون وندخلوها طيب. هذه اخر عمليه اللي هي الزعتر، هذا رشيته هاي هكاك من الفوقه. بعد ما طابت لي شعلت عليها من تحت وعاود شعلت من الفوق. انايا ما عنديش هذاك الشاليمون، هي نورمالمون نشعلوا عليها غير من تحت، واللي يكون عنده شاليمون يحرق لها الاطراف تاعها من برا. انا ما عنديش، صافي شعلت عليها من تحت وعاود شعلت عليها من فوق باش تدي لي هذاك اللون الذهبي وتجيني شابه. شوفوا كي جات ما شاء الله روعه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، جربوها وادعيوا لي، وما تنسونيش خوتي بالاشتراك واللايك وتعليق شباب كيما نتوما. ربي يحفظكم ان شاء الله، وربي يستركم ويبعد عليكم من العديان، وان شاء الله قاع اللي في قلبه كاش حاجه ربي يحققها له، وربي يتمم له فرحته ان شاء الله. خليتكم خوتي على خير، الى الوصفه القادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.